رسالة إلى حرائر مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. حوريات من نسل أسماء بنت صديق السماء أضحين حرائر، أوجعن أركان الظلم بصبر وقلوب ثائرة. فإن سألوك من هن فقل هن أمهات مصر القادمة. لا ينكر ما قدمتن إلا جاحد، ومن لم يشعر بآلامكن فهو ديوث فاسد. أمي خنساء مصر أختي الثائرة، سالت دماء أبنائك أمامك، صرخت في وجه الظالمين، طالبت بحرية زوجك وأبنائك، تلقيت رصاص الغدر، غيبت في سجون القهر، فلم يزدك ذلك إلا إصرارا ووقارا. لله درك من امرأة عجزت رجال أن تكون منك صورة مكررة، فشهيدك عريس في جنات رب ذو مكرمة، وصراخك زلزل أركان المؤامرة. فحيا أسماء وبوركت دماء طاهرة، فلا غرف التعذيب باقية ولا قضبانها المكسرة. فمن يحابيك فله منا ورود معطرة، ومن يعاديك فله السام والقسورة. فلا والله يا أختاه ما مات معتصم ولا عدمنا المرجلة، وسيعلم الظالمون أننا رجال الملحمة. لن يقر لنا حال ولن يهدأ لنا بال إلا بعودة ثغرك باسمة. حي النساء وقفن رمز بطولة، وغدون في ليل الخضوع منارا. لما رأينا المعتدين تجاوزوا كل الحدود وحطموا الأسوارا، ورأينا أنصاف الرجال توقفوا فخيولهم لا تعرف المضمارا، ورأينا سيف الغدر يحصد جهرة أبناؤهن ويمسح الآثارا، ورأينا صمتا عالميا قاتلا خذل الضعيف وأيد الأشرارا. لما رأينا اللص يقتل آمنا ويخيف أرملة ويهدم دارا، أسرجن من خيل الشموخ أعزها، وضربن من دون العدو حصارا. ما سرنا سير المستكين وإنما سير الأبي يواجه الأخطارا. يحمينا أشبال العقيدة حينما فتح العدو على البيوت النارا. واجهنا طاغية الزمان بهمة وملأنا مصر عزة وفخارا، وكشفنا للدنيا العدو فلم يعد يستطيع تلفيقا ولا إنكارا. متحجبات سرن في ألق الضحى، فغدون في وضح النهار نهارا. حي العباءات التي لبست على همم تهز المجرم الغدارا. لله در شموخهن فقد بدا شمسا تغذي أمتي الأنوارا.